الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، معكم نجم بن ملال. المهم كما تشوفوا اليوم راه لعب المنتخب الوطني المغربي ماتش ديال الباراج. المهم حنا فخورين على داك الاداء اللي داروا طول هذا المسار هذا ديال المونديال. المهم الحمد لله راه ما كاينش شي فرقه اللي وصلت للنصف، لا افريقيا ولا عربيا، وحاليا راه لاعبين على الترتيب. راه ما كرهناش شي نتيجه تكون زوينه، الا ما جاتش ما كاينش مشكل، حنا راضيين على هذا الباركور هذا والحمد لله وشكرا. المهم راه الساكنه كامله فرحانه بني ملال، كذلك الناس راه هنا باقا نتبع الاجواء، ماشي هذا حيت باراج ولا شي حاجه، باقا متحمسه صراحه. انت كلشي قهاوي عامرين كما كتدس، وتنشكروا اللاعبين وتنشكروا السي وليد الركراكي راس لافوكا والجمهور المغربي وديما مغربي. شكرا. السلام عليكم، معكم سفيان جازولي. اليوم كنتواجدوا في مدينه بني ملال بالنسبه للارتسامات على المباراه ديال اليوم اللي هي مباراه ديال الترتيب وتحديد المركز الثالث. المباراه ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون مباراه حارقه. علاش؟ لانه هذه المباراه هي المباراه الوحيده في كاس العالم اللي غادي تتعاود، لانه ديجا تلاقينا مع كرواتيا في دور المجموعات، اليوم كنتلاقاو معها ثاني في تحديد المركز الثالث. التوقعات ديالي بالنسبه للمباراه، اعتقد انها غادي تقدر تمشي للاشواط الاضافيه وضربه الجزاء، نظرا للتكتيك اللي كيلعبوا به الفرق بجوج، لانه التكتيك اللي كتلعب به كرواتيا خصوصا بعد المباراه ديالها مع المغرب اصبح نفس التكتيك اللي كيلعب به وليد الركراكي واللي هي الخطه الدفاعيه. فكنعتقد على انه المباراه غادي تلعب على جزئيات بسيطه. اعتقد انهم غادي يكونوا محاولات قلال وتسديدات على المرمى قلال. من ناحيه البوزيسيون دو بال غادي تكون تقريبا متشابهه. دونك التوقعات غادي اعتقد انها غادي تكون مباراه اللي غادي تلعب على جزئيات بسيطه كيف قلت، وغادي تمشي الاشواط الاضافيه ثم ضربه الجزاء. بالنسبه للمباراه ديال اليوم وشنو اللي كنتمناو ان شاء الله من المنتخب ديالنا، اول حاجه غنبدا بها هي الباركور ديالنا في هاد لا كوب دي موند. كان الحمد لله باركور اللي مزيان، اول مره في التاريخ ديال المنتخبات العربيه والافريقيه غادي يكونوا 7 ديال المباريات ديال شي منتخب، زائد انه اليوم مباراه ديال تحقيق الارقام القياسيه، لانه اليوم الى حققنا المركز الثالث غادي نكونوا اول منتخب خارج امريكا الجنوبيه واوروبا اللي كيحقق هذا المركز، ثم غادي نكونوا اول منتخب غادي يحقق الميداليه البرونزيه، وهذا انجاز جد تاريخي جدا ومشرف لنا كافارقه وكعرب وامازيغ. زائد انه المباراه ديال اليوم ان شاء الله هي واحد اللحظه اللي تاريخيه صراحه، لانه باش انك تلعب المركز الثالث ديال كاس العالم لحد الان شخصيا باقي دي فوا ما كنصدقهاش صراحه. دي فوا تنقول ما يمكنش كيفاش حنا كنتواجدوا دابا في المركز ديال كاس العالم. مالوغوزمون شفنا القهاوي اليوم شويه خاويين، شفنا التيران شفنا في التلفازه انه تا هو خاوي شويه. نتمنوا ان اللعابه ما يحسوش بان الجمهور خوا بهم. نتمنى انه لامباكت ديال السوشيال ميديا ما امباكتيهمش في لو ستيل دو جو ديالهم، وهذا مع الاسف باقا عندنا ديك العقليه ديال النتائج. حنا ماشي مع المنتخب الوطني في الوقيته اللي كيكون منكسر، في الوقيته اللي كيكون مهرس، كنكونوا معاه فقط في الوقيته اللي كيكونوا نتائج. فكنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان المباراه ديال اليوم تمشي وفق داكشي اللي كنتمناو، وفق اللعابه يتصنتوا للمدرب شنو كيقول لهم، يطبقوا الخطط التكتيكيه بالحذافير ديالها، وان شاء الله غادي تكون مباراه اللي مزيانه، وان شاء الله نتمنى من الله سبحانه وتعالى انه الحسم يكون المنتخب المغربي. وشكرا.